حلم كل شاب وشابة انه تكون ليلة سعيدة وجميلة وناجحة. علشان كده عندي لكم 10 نصايح يمكن تفيدكم. قبل الجواز لازم تكون قريت شوية عن الجنس من مصادر محترمة، مش الأفلام الإباحية اللي كلها غلط ومعلوماتها مش مفيدة، بالعكس مضرة لك ولها. في يعني كتب مختلفة للرجال وللسيدات، ولو تحبوا تختاروا حاجة يعني لطيفة مش لازم تكون علمية وقوية يعني صعب عليكم اللغة. مثلا هنا كتاب اسمه The Good Girl's Guide to Bad Girl Sex، ومكتوب كاتباه طبيبة معاها دكتوراه في الثقافة الجنسية. هي بتشرح العملية الجنسية وازاي تستمتعوا بعلاقتكم الحميمة من غير تعقيدات وكلام مكلكع يعني. بعد كده لما تقرروا تتجوزوا قبل الجواز اقترح تروحوا لطبيب الأسنان، علشان نظافة الأسنان وصحة الأسنان بتفرق جدا في ريحة الفم، وده بيفرق في جاذبية الشخص لشريك حياته. فاقترح انتوا الاتنين تروحوا تنظفوا الجير وتشوفوا اذا كان في اي سبب تاني مسبب رائحة فم كريهة زي التهاب مزمن في اللوز مثلا، علشان تفضل انت جذاب لشريك حياتك. طبعا النظافة الشخصية مهمة، الاستحمام واستعمال معطر خفيف مش قوي، وغسل الأسنان دايما قبل العلاقة الحميمة. في حاجة تانية بنصح بيها البنات والسيدات، انكم تتعودوا تنظفوا منطقة حول المهبل بحاجات طبيعية، يعني ما تستعملوش ابدا صابون، لانه الصابون بيغير التكوين الحمضي لمنطقة المهبل، وبالتالي يسبب فطريات بمرور الوقت انها تعمل لك التهابات، والالتهابات دي بتخلي ريحة المهبل وحشة. فانتي كنتي ناوية تنظفي المهبل بالصابون، ده سبب للأسف ريحة وحشة في الاخر. علشان كده بقترح ان انتي بدل ما تستعملي الحاجات الكيماوية لتنظيف منطقة المهبل، اقترح تستعملي حاجة هنا انا عملتها في الطبق ده، سكر وعسل وطماطم. الخليط ده احسن حاجة تنظفي بيها منطقة المهبل، وكمان بتخلي لونه احلى ويعني افتح شوية لو مضايق لونه. لو تحبي تحطي عليه حاجة من ريحة الكيك اللي بنشتريها من دكتور اوتكر دي، هتلاقي مثلا ليمون او فانيلا او حاجة، بس تحطي نقطة واحدة بس لان ريحته قوية جدا، وتعملي بيه منطقة المهبل دايما قبل العلاقة الحميمة ويعني بعد الشاور وكده، هتلاقي انه ريحة المهبل احلى بكتير وشكله احلى كمان. قبل العلاقة الحميمة كوني مسترخية وانت كمان، وتنفسوا بعمق، وممارسة اليوجا بانتظام على فكرة بتأثر على سعادتكم واستمتاعكم بالعلاقة الحميمة، لأنها بتزود تدفق الدم في منطقة البطن، وبالتالي بتحسن يعني وضعك أثناء العلاقة الحميمة، وكمان استمتاع المرأة بالعلاقة. ما تنسوش أبدا أن تعملوا فور بلاي. الفور بلاي وظيفته أنه بيخلي السيدة عضلاتها تسترخي، وبالتالي يكون الجنس غير مؤلم لها. الفور بلاي مهم جدا، وفي حاجة اسمها فن الكاما سوترا لو تحبوا دوروا عليه. هو نصوص هندية قديمة بتوصف ازاي تعمل فور بلاي، يعني التقبيل والأحضان والمداعبة وكده، مهمة جدا بالذات للزوجة علشان تتقبل العملية الجنسية. لو الزوجة عندها مشكلة في الاسترخاء أو حاسة بجفاف في المهبل، ممكن تستعملوا جل من الصبار. الجل ده بقاعدة مائية، ممكن انتوا تعملوه من نبات صبار وعليه شوية جليسرين، ويتحط على منطقة المهبل أو على القضيب. ده هيسهل عملية الدخول، علشان يعني زي ما يكون بدل الإفرازات اللي هي قليلة شوية في حالة ان الزوجة مش مسترخية كفاية. ساعدي جوزك في معرفة انتي عاوزة ايه وبتحبي ايه في العلاقة، يعني قولي له كده مؤلم، لا طب كده احسن، اعمل كذا، يعني كوني عارفة جسمك وفهمي جوزك انتي بتحبي ايه. بالوقت هتيجي العملية دي، يعني مش من اول مرة تبقي طبعا عارفة كل حاجة. ما تتوقعيش ان جوزك يبقى
عامل كل حاجة صح وان الانتصاب موجود وطويل وكده، لا، لانه الانتصاب بيتأثر بالحالة النفسية، والضغط العصبي بتاع ليلة الدخلة بيكون كبير، فممكن يحصل انه الانتصاب ما يحدثش. فانتي ما تتخضيش، او دي حاجة شبه عادية، شبه هو ده الطبيعي اللي بيكون مرهق من اليوم وكده. فيعني لو قضيتوا الليلة في مداعبة وملاعبة ده كفاية. وممكن الجنس ياخد العملية الجنسية الكاملة، يعني تاخد أسابيع على ما تحدث. فأنتوا ما تتخلوش ان الموضوع ده يخليكم تبقوا عندكم ضغط عصبي أو يعني تتنرفزوا على بعض، لا. كمان السيدة أو الزوجة ممكن تاخد وقت طويل قوي لحد ما تسمح بدخول القضيب في جسمها، لأن الاسترخاء ده محتاج وقت طويل علشان تتعود على فكرة أنها تمارس الجنس. النشوة لن تحدث دائما في العملية الجنسية، يعني لا تتوقعي ان انت تكوني تصلي للنشوة كل مرة. ما تكدبيش على جوزك، لو ما وصلتيش يمكن المرة الجاية يكون احسن. مش لازم تتصنعي حاجة علشان تخلصي، يعني تقولي خلاص انا كده يعني انتهيت خلاص. ارفضي اي حاجة انت مش عاوزة تعمليها. لو ما بتحبيش الجنس الفموي ارفضيه. شجعي جوزك، وانت كمان شجعها بكلمات استحسان وكده جميل وانا مبسوطة وكده. قد يحدث احيانا قذف سريع، ما تعمليش انه في مشكلة حصلت او تستغربي، ممكن يحصل بسبب الارهاق. بعض السيدات بيحصل لهم مشكلة اسمها فاجينيسمس، انه العضلات بتاعة المهبل تنقبض جدا لدرجة تمنع تماما دخول القضيب. المشكلة دي لازم لو استمر الطبيب يشوفك، وهي لها حل بالأدوية، بس أهم حاجة ان انت تبقي عارفة ان هي ممكن سببها عصبي بسبب ان انت خايفة من الجنس. فلو الموضوع زاد اقترح تروحي كمان لطبيب نفسي. في ممكن تحصل حاجات محرجة، زي مثلا أصوات تطلع من المهبل بلا قصد، أو يعني حاجات تتسرب أو يعني كده، يعني تقبلوها وهي مش حاجة تحرج أو كده، دي طبيعة جسمنا. عاوز أقول لكم إن الجنس ليس عملية إهانة للشخص الآخر أو عيب أو أنتم متجوزين، والجنس أسمى وأجمل صور التعبير عن الحب. استمتعوا بالجنس، ما تكونوش مكسوفين من بعض، واعرفوا انه الجنس الناجح بينجح الزواج فقط بنسبة 10%، والجنس الفاشل بيفشله بنسبة 90%. يعني هو حاجة مهمة جدا، لو فشل ممكن يفشل الزواج، لكن هو دوره لو ناجح 10% بس، والباقي ان الحب والاحترام وكل الحاجات اللي حواليه. تمنياتي لكم بليلة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.